في عملية دولية إرهابية تستهدف الجزائر ومقدراتها. كشفت مصادر مطلعة عن مخطط شيطاني موجه ضد الجزائر شعبا ودولة. وسربت تقارير استخباراتية عن مخطط لإغراق الجزائر ب6 مليون لاجئ إفريقي إلى غاية 2030 مع توطينهم لخلق أقليات عرقية إفريقية جزائرية، حيث يتعلق الأمر بالصهيوني جوزيف كيليغري، ضابط فرنسي من يهود الخزر، وضع خطة لتغيير التركيبة السكانية للدول شمال إفريقيا وبالخصوص الجزائر حتى يسهل التحكم فيها مثل المستعمرات الإفريقية، وذلك بإغراق الجزائر بملايين الأفارقة خلال سنوات ومنحهم الجنسية كذلك والاستقرار ليصبحوا أقلية عرقية قوية تنافس على حكم الجزائر مستقبلا وتهدد نسيج وهوية البلاد، وهو الأمر نفسه الذي تحدث عنه رئيس تونس قيس سعيد واعتبره البعض عنصرية. وكشفت التقارير الاستخباراتية بأن الجزائر مستهدفة بأكوام من المهاجرين السريين الذين يعبرون الساحل الإفريقي بتواطؤ من القواعد العسكرية الفرنسية التي ترشد القوافل وتوجهها نحو الجزائر، في حين دعت جهات مختلفة في الجزائر إلى التدخل العاجل من القيادة العليا في البلاد للحد من هذا النزيف الذي بات يهدد الجزائر أكثر من أي وقت مضى.